السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 35 بعنوان الجداول المحورية أو البيفت تيبل. في برنامج الإكسل الجداول المحورية أو البيفت تيبل بتعتبر من أفضل طرق عرض البيانات وأكثرها دقة، ومش بس كده كمان وأكثرها سرعة في عرض وتحليل البيانات، خصوصا البيانات الكبيرة والبيانات الطويلة. بالإضافة لكده كمان بتتميز بسهولة إنشائها، يعني سهل جدا ان انت تعمل بيفت تيبل تقدر من خلاله تعمل عرض وتحليل لكتير من البيانات، زي مثلا المثال اللي قدامنا دوت بيحتوي على مبيعات شركه. عندنا في العمود الاول السيلز بيرسون او مندوب المبيعات، والصنف، بعد كده المنطقه والعميل والتاريخ، وبعد كده الكوست والنمبر ايتمز والتوتال كوست. في مثال زي دوت عندنا داتا تقريبا بتوصل لاكتر من 900 بيان. تمام، فاحنا لو حابين نعمل تحليل ليها مش هنقدر نستخدم التحليل بالصيغه العاديه او بالطرق العاديه، لازم نستخدم حاجه اسمها بيفت تيبل. وعلشان تدرك جدول محوري او بيفت تيبل في داتا زي دي، بتقف على نطاق البيانات اللي انت حابب تعمل عليه بيفت تيبل، وبتروح على قائمه انسيرت وبتعمل ادراج بيفت تيبل او جدول محوري من جدول او من نطاق. اول خيار دوت كده بتضغط عليه على طول، هو تلقائيا بيروح يحدد لك الجدول اللي انت واقف عليه. بتتاكد الاول ان التحديد مظبوط، ولو التحديد مش مظبوط بتتك على الزرار ده كده وتعمل التحديد المظبوط اللي انت عايزه. بعد كده بيسالك يقول لك انت عاوز تعمل الجدول المحوري دوت او البيفت تيبل في ورقه عمل جديده ولا في نفس ورقه عمل. في حالتنا هنا خلينا نختار ورقه عمل جديده افضل ونضغط موافق. الشكل اللي هيظهر قدامك دلوقتي كده هو شكل البيفت تيبل ولكنه لسه فارغ. عناصر البيفت تيبل هم 4 عناصر اساسيين موجودين عندك هنا كده. خلينا نكبر شويه. اول حاجه عوامل التصفيه، بعد كده الاعمده والصفوف والقيم. لو انت نسخه عندك انجليزي هتلاقي هنا الفلترز والكولمنز والروز والقيم او الفاليوز. في حالتنا هنا عاوزين مثلا نعرض اجمالي المبيعات طبقا لمناديب المبيعات. يعني مثلا هنجيب السيلز بيرسون نحطه في الصفوف، بعد كده نجيب التوتال كوست ونحطه في القيم. ولاحظ معايا هنا ان الجدول المحوري او البيفت تيبل لازم تكون فاهم كل قيمه بتدل على ايه، عشان تقدر تحطها في المكان الصحيح بتاعها او في العنصر المناسب ليه. يعني ما ينفعش مثلا تجيب التوتال كوست دي تحطها لي في عوامل يعني مثلا في الاعمده هتلاقي بص صيغه بيانات صعبه جدا مش هتقدر تفهمها وملهاش معنى اصلا. فالقيم والمجاميع والارقام بتحط دايما في القيم، في خانه القيم. تمثيل الصفوف او الاعمده هو اللي ممكن يختلف. يعني احنا ممكن نعرض البيانات بالطريقه دي كده عن طريق ان اسامي المناديب محطوطه في الصف، وتقدر تخليها في الاعمده لو انت عاوز تخليها في الاعمده كده نفس النتيجه بالظبط، لكن طريقه العرض اسهل لو كانت في الصفوف. ده كده اول مثال. يبقى انت هنا قدرت تعرض اجمالي المبيعات لكل مندوب بصيغه سهله وبسيطه وفقط بخطوتين بس. طيب لو انت حابب مثلا تعرض اجمالي المبيعات مقارنه بالاصناف لكل مندوب، هتيجي في هتجيب الاصناف دهيت وبتحطها في الاعمده. لاحظ كده ايه اللي حصل عندنا. المندوب الاولاني باع من الصنف الفلاني كميه قد كده، وهكذا بالنسبه لكل المناديب. يبقى انت شفت كده سهوله الحصول على معلومات مفيده من بيانات كبيره جدا. يعني مثلا المعلومات دي بنسميها داتا، لكن دي بنسميها انفورميشن. ايه الفرق بين الداتا والانفورميشن؟ الداتا هي محض بيانات صماء ما تقدرش تطلع منها معلومه مفيده. يعني انت لو عاوز تطلع معلومه مفيده هنا عشان تطلعها هتتعب جدا على ما تطلعها، لكن باستخدام البيفت تيبل قدرت تطلع معلومه بتقول ان المندوب الاولاني باع من الصنف الفلاني كميه قد كده او بفلوس قد كده. دي كده معلومه تقدر تاخد عليها قرار. تقدر كمان تقول اجمالي مبيعات الشركه من الصنف الفلاني هو المبلغ دوت. ده كده معلومه مفيده تقدر تاخد عليها قرار. هو ده الفرق بين الداتا والانفورميشن. يبقى باختصار شديد الانفورميشن هي عباره عن بروسيسد داتا، بيانات تمت معالجتها للحصول على معلومات. تقدر كمان وانت واقف يعني في جدول البيفت تيبل دوت تلغي قائمه الحقول. القائمه دي بنسميها قائمه الحقول. تقدر تلغيها عن طريق ان انت تيجي هنا في قائمه تحليل البيفت تيبل دي،
او التصميم هتلاقي يعني عفوا التحليل، هتلاقي هنا ايه 3 زراير تقدر من خلال الزرار دوت تشيل رؤوس الحقول دي كده. لاحظ الفرق اللي بيحصل معايا ايه، تسميات الاعمده وتسميات الصفوف. تمام. طيب تقدر كمان بالزر دوت تظهر او تبين قائمه الحقول ديت لو انت عاوز الداتا بتاعتك تكون ايه شكلها كده من غير قائمه الحقول دي ما تظهر معاك. طيب نيجي مثلا لو انت حابب تعمل فلتر او تقارن المبيعات يعني نفس المبيعات دي ولكن مقارنه بالمناطق، هتيجي عند المنطقه هنا كده الريجن وتحطها لي فين، في عوامل التصفيه او الفلترز. بالتالي لو انت جيت عملت فلتر هنا كده عن المنطقه مثلا الاولانيه دي وقلت قايل موافق، دي كده اجمالي المبيعات المنطقه دي في الفتره دي. كمان تقدر تعمل فلتر على التاريخ، لو جيت عديت وحطيته لي في عامل التصفيه كده وجيت مثلا التاريخ، طبعا التواريخ هنا باليوم. هنعرف في الجزء الثاني ازاي تجمعها بحيث ان انت تعمل فلتر على شهر واحد او على كوارتر واحد او على سنه واحده. تمام. دي في الجزء الثاني من الشرح. يعني احنا ان شاء الله هنشرح البيفت تيبل في 4 اجزاء. الجزء دوت هو عباره عن لمحه بسيطه بس او مقدمه عن البيفت تيبل، ان شاء الله هنتعمق فيه اكتر الدرس اللي جاي على طول. تقدر بعد كده بقى تعمل تنسيق حتى على الارقام دي. لو انت شلت مثلا الفلتر ده كده يعني يعتبر جدول بيانات عادي خالص، ما فيهوش اي مشكله. تقدر تعمل تنسيقات على الارقام ديت لو انت يعني زي ما اتعلمنا في درس التنسيقات. لو انت حابب مثلا تخليها بالصيغه دي كده بصيغه الالاف، مثلا تحط فاصل الالاف وتقربها لاقرب يعني لاقرب رقم عشري. وفي فيتشرز كتيره جدا داخل البيفت تيبل والبيفت شارت هنعرفها ان شاء الله في الدرس اللي جاي. ده كده كان درس النهارده، كان لمحه بسيطه ومقدمه على البيفت تيبل او الجداول المحوريه. استناني في الدرس اللي جاي، عندنا لسه درسين او 3 على البيفت تيبل. وفي نهايه الدرس ما تنساش تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.